سلام عليكم. بداية، يعني الساوند كلاود ده هيبقى مختلف واحتمال كبير هتلاقوني بتهته فيه، وده لمعنى بعيد. هفهمه لكم بعدين. لو لقيتوني بتهته انا ما حصلش حاجة، الحمد لله انا كويسة، مفيش حاجة، بس ده جزء من الكاركتر الجديد اللي انا حابة اني انقله ليكم، اوصله لكم. انا بقالي فترة للامانة، وده من باب المصارحة والشفافية والمكاشفة وحاجات تانية كتير، مش لازم نخش في تفاصيل، لكن عموما انا شايفة انه انا جوايا حد بيكبر جوايا كغيري، يعني مش انا. شايفة انه في حد جوايا بيكبر وبيحاول انه يعمل حاجة. مع الوقت اتوصلت لايه هي حاجة، واكتشفت ان انا جوايا شخص بيحاول ان هو يبقى شاعر. شعر عموما، يعني دايما بيبقى عندي كده احاسيس مرهفة، وانا شايفة انها ممكن في النهاية يعبر عنها عن طريق الشعر. طبعا الشعر موهبة، والحمد لله احنا مش عايزين نتكلم عن نفسنا، اعتقد في ناس تانية بتتكلم اوريدي. فالفكرة كلها ان انا مع الوقت اكتشفت ان انا جوايا يعني انسان تاني، فقررت ان انا اقعد معاه ونتناقش ونتكلم ونفكر مع بعض، وفعلا قعدنا واتكلمنا وتوصلنا انه احنا في النهاية جوانا شاعر جميل ومرهف الحس جدا، والله والله. بس ده جزء من التهتهة. فكرة الشعر عموما اتولدت جوايا من ظروف حياتية كتير، برضو مش لازم اتكلم عنها، بس انا مينلي حابة في ال ايه اللي احنا بنعمله ده، اللي هو الساوند كلاود. حابة ان انا اشارك معاكم اول معزوفة انا كتبتها كشاعر، وحابة، يعني انا شايفة الصراحة انها يعني بصراحة من اجمل ما كتب عموما، ومن الحاجات العميقة. وانا الصراحه عمري ما قلت على حاجه كتبتها عميقه اطلاقا، يعني انتوا عارفين. فانا حابه اشاركها معاكم المعزوفه اللي انا كتبتها، وان شاء الله تنول رضاكم. صباح الخير. صحيت الصبح كنت مقريفه وعالدنيا متشحتفه، نفضت الهموم من عليا وطلعت من الحالة دي، قلت أحضن الأيام بإيديا عشان بكرة 3 نقط، عشان بكرة 3 نقط تانيين أكيد أحلى من الليلة دي تنهيدة. هي المعزوفة كده خلصت لو ما كانش واضح يعني، ويعني أتمنى أنها تنول رضاكم. هي محاولة جديدة. أنا شايفة أنه نوع من أنواع الشعر التجريبي الحساس، حاجة زي الرقص التعبيري الغير مفهوم، بس في المطلق أنا شايفة أنها محاولة تحترم، وأنا هشتغل على الشعر اللي جوايا، يعني هحاول إن شاء الله أقدم معزوفات قادمة قريبا تعتمد إلى حد كبير على نفس الستايل اللي انتوا سمعتوه دلوقتي، واللي يا رب إن شاء الله يكون يعجبكم. شكرا.